أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن من حق المملكة الدفاع عن نفسها من دون التدخل في شؤون الآخرين، داعيا الآخرين إلى عدم التدخل في شؤون البلاد. وأشار الملك أمام ضيوف الجنادرية أن المملكة حريصة على أن يعم الأمن والسلام المنطقة وتدافع عن الدول العربية والإسلامية. أرحب بكم في بلدكم موقع السعودية، ويسعدني أن ألتقي بهذا الجمع المبارك من الأدباء والمثقفين المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة. المهرجان علامة بارزة في المشهد الثقافي والأدبي والتاريخي العربي منذ أكثر من 3 عقود، ونتشرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها والمسلمين في كافة والمسلمين من كافة أنحاء العالم، وهذا شرف لنا ومسؤولية كبرى علينا في بلادنا خدمة حجاج بيته وزواره وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله هذه الدولة توفر كل الإمكانيات حتى الحاج والمعتمر والزائر يجد كل العناية في هذه البلاد، يعني هي بلادكم بلاد العرب والمسلمين. ونحن أيضا كما نحرص أن يعم الأمن والسلام منطقتنا، من حقنا الدفاع عن أنفسنا من دون التدخل في شؤون الآخرين. ندعو الآخرين عدم التدخل في شؤوننا، ولذلك نحن كما قلت وأكرر ندافع عن بلاد المسلمين ونتعاون مع أخواننا العرب والمسلمين في كل أنحاء الدفاع عن بلدانهم وضمان استقلالها والحفاظ على أنظمتها كما ارتضت شعوبهم. على كل حال يعني نحن مستعدين ويجب يكون في تعاون لمكافحة الفقر والجهل حتى شعوبنا تشعر بالنعمة اللي فيها وهي فيها الآن الحمد لله. وكذلك نحن الحمد لله بلاد المسلمين، والمملكة قبلة المسلمين وهي بلاد المسلمين، والحرمين الشريفين هي مسؤوليتنا الكبرى كما هي مسؤوليتكم كلكم يا اخوان، وكلكم مشاركين في المسؤولية. لذلك دين الإسلام دين عدل ووسطية ورحمة. من يشاهد من إرهاب من يدعون الإسلام لا يمثل الإسلام بصدق إطلاقا. الإسلام دين المحبة والتعاون. علينا جميعا وعليكم واجب كبير في جمع الكلمة واعتدال الصف وتنوير الأمة، وعلينا أن نكون متفائلين رغم الظروف المحيطة بنا. تضافر الجهود والعزيمة سوف تخرجنا من هذه الأزمات بإذن الله. والحمد لله بلادكم السعودية لا يوجد فيها الحمد لله أزمات، ولا يوجد فيها اضطراب، ولا فيها ما يثير يعني الأمن فيها أو يحسس به، لأننا وأقولها وأكررها ملوكنا بإذن أبنائه الملك عبد الله رحمه الله، ونتحمل مسؤولية أمن بلادكم بلاد الحرمين. أمن لكم أنتم، الحاج والمعتمر والزائر يجي آمن، ولذلك يشرفنا أن يكون ملكنا يسمى بخادم الحرمين الشريفين، وهذه مسؤولية وشرف لنا. وأرجوكم التوفيق إن شاء الله، وأنتم في بلدكم بين أخوانكم، ومرحبا بكم.